السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جدعان؟ عاملين ايه؟ معاكم هارلي محمود ورجعت لكم تحدي جديد. بس قبل ما نشرح فكرة التحدي بتاعت النهارده أهم حاجة ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان كل التحدي يوصل. صلوا على النبي تحت في الكومنتات. طب يا جماعة فكرة التحدي بتاعت النهارده هو تحدي قط أو لعق أو لا شيء. معنى ايه يا جماعة؟ إن أنا مثلا معنى ايه يا جماعة؟ إن في السلة دي في 3 ورقات. الثلاث ورقات ورقة مكتوب فيها لعق، ورقة مكتوب فيها قط، ورقة مكتوب فيها لا شيء. لو طلع لي الورقه اللي مكتوب فيها لا شيء يبقى الحاجه اللي هتنزل لي انا ولا هاكلها ولا هلحسها. لو طلع لي ورقه لعق يبقى انا كده هلحس الحاجه اللي قدامي. لو طلع لي ورقه قطم يبقى كده انا هاكل الحاجه اللي قدامي سواء حلوه بقى او وحشه. بس يلا يا جماعه المفروض دلوقتي اللي انا اكله او الحسه هو قرن فلفل. فدلوقتي هنقول بسم الله ونختار ورقه. اهو يا جماعه اخترت دي. بسم الله. زي ما انتم شايفين يا جماعه طلع لي لعق. طب انا دلوقتي المفروض يا جماعه طالما طلع لي لعق يبقى انا افتح قرن الفلفل نفسه والحسه من جوه. طب يا جماعه انا دلوقتي فتحته اهو، بصوا فتحته. بسم الله. يطلع حته جميله كده. اهو يا جماعه انا هلحس بيه. بسم الله. حرقوا يا جماعه نار. طب يا جماعه الجوله دي بطاطس، يا رب بقى يجي لي قطم عشان عايز ابرد مطرح الفلفل عشان كان حرقه. بسم الله. نختار دي. حرام بقى والله، لا شيء يا جماعه، حرام. عارفين الفلفل حراق قوي. الجوله دي بقى بطاطس نيه، يعني المره اللي فاتت كانت مستويه، المره دي نيه. يا رب بقى يجي لي لا شيء. بسم الله. يا جماعه انتوا بتهزروا، قطم يا جماعه، يعني انا في المستويه يجي لي لا شيء وفي النيه قطم؟ حرام والله. بصوا يا جماعه. بسم الله. بصوا هي مش وحشه قوي والله، الصراحه وحشه يعني باين على وشي. طب يا جماعه جينا بالجوله الاخيره، جالنا ليمون مخلل. يا رب بقى يجي لي لا شيء عشان انا تعبت. بسم الله. لعق يا جماعه، انا تعبت والله، والله تعبت يا جماعه. بسم الله. بس كده يا جماعه كان التحدي بتاع النهارده خلص. اهم حاجه ما تنساش تعمل لايك شير سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان كل الناس التحدي يوصل لك. ولو ما شفتش التحدي الايموجي هتلاقيه تحت في الديسكريبشن. بس كده، سلام.